السحر المشروع التي تمارس طقوسه فوق المستطيل الأخضر دائما ما يكون وقعه على الجماهير انبهارا وسخرية من المفعول به لإخراجه من صلب المباراة. تلك الجماليات لا يرقى كل اللاعبين لامتلاكها. سلسلة أفضل المراوغين العرب في جزئها الثاني نذكر فيها 5 لاعبين برعوا في المراوغة وتفننوا فيها. عبد الستار صبري، نسخة جيجي أوكوشا بالقدم اليسرى، لاعب لا يمكن لك أن تدرك كيف سيراوغك ومن أي جهة سيمر. بالمختصر، ابقى في مكانك، اتركه يراوغك، دعه يمر، فليس بيدك حيلة تفتك الكرة بها منه غير ابتغاء العنف وسيلة. تألق صبري رفقة نسور بنفيكا ونثر سحره هناك. عبد الستار صبري كان عنوانا يرسم بالبند العريض إذا تعلق الأمر بالمراوغة. أمير سعيود، الأمير الأنيق، من أفضل ما أنجبت الكرة الجزائرية، موهبة ومهارة. لقب في بدايته بميسي الجزائر، كان يفعل كل شيء بالكرة إلا وضعها في الشباك. طريقة لعب نسخة مصورة لبن عرفة، صال وجال بين العديد من الأندية. عدم الاستقرار عرقل مسيرته. سعيود امتلك قدما يسرى تستطيع اختراق أي دفاع مهما كانت صلابته. المتفق عليه أنه كان باستطاعته فعل الكثير في مسيرته لو كان جديا أكثر. خالد قهوجي، أحد أمهر نجوم الكرة السعودية، وموهبة نادرة الوجود آنذاك، شعبية جارفة كان يحظى بها نجم أهل جدة السابق نظرا لما امتلكه من مهارة صنعت الفرجة في الملاعب السعودية. لقب بمارادونا الأخضر، قصير وسريع ومهاري، أو كما كان يوصف من المعلقين بسكر زيادة، إعجابا منهم بطريقة لعبه. أحمد البهجة، بيلي الكرة المغربية وأحد أفضل ما أنجبت، فنان بأتم ما تعنيه الكلمة. البهجة اسم على مسمى، طريقة لعبه تبهج أي عاشق للجلد المنفوخ. تشعرك طريقة مداعبته للكرة أن المراوغة شيء سهل للغاية. يراوغ كيفما يشاء وكأنه في حصة تدريبية. لا تزال لقطة تلاعبه بدفاع المنتخب السعودي في مونديال 94 تروى من الآباء للأبناء كلما ذكر اسمه. لاعب بمواصفاته، كان باستطاعته طرز مسيرة في كبار الأندية الأوروبية. حازم إمام، معشوق الجماهير المصرية وسليل عائلة تجري في عروقها كرة القدم، صنعت المجد للفراعنة. أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية سنة 96 وأفضل صانع ألعاب. نجم الزمالك، أطلقت عليه عديد الألقاب وصفا لمهارته. الإمبراطور، مهندس الكرة المصرية، أمير الموهوبين، فنان الشعب والثعلب. بالرغم من موهبته الفذة لم يوفق حازم في تجربته في أوروبا رفقة أودينيزي وبعدها دي غراف شاب في هولندا. في الأخير، طلب صغير تقديرا للمجهود المبذول. قناة اليوتيوب تحتاج لدعم منكم فلا تبخلوا بذلك.